150,000. خشيت أنها تضيع أو تفقد أو يعتدى عليها، فرجعت البيت وأخذت الشنطة. يوم بغيت أحطها داخل الغمارتين إذا بأهلي ملين السيارة، خليتها بالحوض على أمل أني إذا وصلت البيت أنزلها. وصلت البيت ووقفت السيارة وفي كهرباء على باب البيت، وإذا به يؤذن لصلاة العشاء في الجامع في المسجد. فدخلت الأهل وذهبت إلى المسجد ونسيت الشنطة في حوض السيارة. 150 يعني أي واحد يمر بس يشيل سامسونايت 150,000 تعدل في قيمتها الشرائية الآن يمكن مليون، لا أكثر، مليون ونص، لا 15 مليون، 15 مليون. نعم تعدل هذا، نعم، لأن الأراضي التي الآن في أبها المتر فيها ب1000 كان المتر فيها بريالين. أي نعم، كانت البلدية تعطي المتر بريالين وبريال. أي نعم. فدخلت أصلي وفي الروضة جاء الإمام ورآني فرحب بي وقال لي يا شيخ سعيد نبغى كلمة بعد الصلاة. قلت لا بأس، لأن كان في نيتي أني أتكلم بعد الصلاة. أيوة. أقيمت الصلاة قدمني، قلت لا قال لا خليك تتقدم تصلي بنا وتتكلم وانت هناك. قلت لا بأس. أيوة. ولما وقفت قلت استووا وكبرت الله أكبر من أول التكبيرة، وإذا بالشيطان يقول والشنطة. سبحان الله، يعني لو ذكرني قبل الإقامة ما دخلت في الصلاة هنا، ولو أعطاني فرصة أني أغلق صلاتي ثم يذكرني مشيت، لكن يبغاها من أولها هنا. حقيقة لما ذكرت الشنطة وأنها في صندوق السيارة يعني وحقة الناس ومنين أجيبها، ما عندي والله، ما عندي إلا بيت لي ما يجيب 50,000 لو بعته. المهم اضطربت وشعرت بهزة كذا مثل الصعق الكهربائي، وما عاد عرفت إيش أقرأ، ولكن تماسكت شوية وقريت الفاتحة. وبعدين الشيطان بدأ يوريني الحلول، قال بسيطة وهي راحت ولكن إن شاء الله أنك تلقاها، ربعك واجد. اي نعم، وانصب لك في كل قرية خيمة وإن شاء الله ما يقصرون. وإذا بقي شيء تبيع البيت. المهم أني غلقت من الصلاة قد ضيعها وجمعها مرة ثانية. ويوم سلمت طبعا أبغى أسلم وأخرج على أساس أمل أن لعلها. أي والله. وإذا بالإمام يقرب الميكروفون، قلت يا شيخ محمد، اسمه محمد الله يرحمه قد توفي، قلت خل الموضوع أنا الآن مستعجل وبجيكم إن شاء الله أسوي محاضرة. قال لا قلت لا بعدين يا أخي ماني مستعد. فقم قال معنا في هذه اللحظات المباركة صاحب الفضيلة الشيخ، والآن نطلب باسمكم تقديم كلمة. اي والله، من يقرب الميكروفون قمت أبغى أتكلم، ما ذهني مشتت. اي نعم، ولا عندي فكرة وفكري كله في الشنطة. فلم أجد موضوعا أفضل من أن أحث الناس على الجلوس في مجلس الذكر علشان لا يخرجون يأخذون شيء. وبدأت آتي بالآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومثل المؤمن في المسجد كمثل السمكة في البحر، ومثل المنافق كمثل الطائر في القفص. المهم وأبدأ أتكلم. اي والله الناس كلهم جلسوا ما عاد حد بيخرج. لكن فيه عامل بنغالي كأنه في بقالة وكأنه ما يسمع كلامي ولا يدري. نعم، فقام، ويوم قام فاصيح عليه، كنت روح ياخذها. قلت اقعد لا تفتح باب الشيطان، اجلس. المهم غلقت الكلمة نفقها ومن هنا ومن هنا. أخيرا بقيت مشكلة السلام، عادهم بيندرون يسلمون علي يحايوني رجال وأنا رجال مستعجل أبغى الشنطة. قلت يا جماعة أنا مستعجل. اي نعم، وعندي موعد ودي أصافحكم، ولكن السلام نظر. اي نعم، وأرجوكم ما تشغلوني، والسلام عليكم، ثم أجيك وأطمر من صف في صف. المهم ولا خرج أول مني من المسجد على أمل أني ألقاه. ويوم جيت وإذا بالشنطة مكانها قد حفظها الله لي، والله ما حفظها إلا ربي، ولا أنا قد ضيعتها. أخذتها الحمد لله ودخلت سجدت سجدة الشكر وعدت صلاتي لأني ما دريت كم صليت. وحصل عندي يقين أن هناك قوة خفية وهي قوة الشيطان تريد أن تسرق منك أيها المسلم
أعز شيء في حياتك، ولذا احرص على الخشوع في الصلاة، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما حضر فيها قلبك. والله أعلم، وصلى الله على شيخ نبينا محمد. أبنائك وبنات